يعني أنا خلال السنة الماضية حقيقة كثير كررت بكثير مواقف وبكثير تسجيلات وبكثير بوستات ومقالات أنه موضوع إنهاء مفاعيل العمل بقانون قيصر هو بداية كل شيء ونهاية كل شيء. يعني نهاية، على الأقل نهاية كل أوهام وأحلام هدول الانفصاليين وأصحاب المشاريع الغبية والتقسيميين واللامركزيين ومدري شو هدول أصحاب النظريات اللي ما بعرف منين جابوها. وبداية كل شيء، يعني بداية الحلم السوري، بداية نحن أصحاب مشروع بناء سوريا اللي واقفين حقيقة وراء هذه الحكومة، وراء هذه الإدارة اللي حقيقة عندها مشروع ورؤية معينة لإعادة بناء البلد. هلا اللي براقب الموضوع حقيقة من 3-4 أيام بعد إلغاء قانون قيصر تحديدا بنشوف كيف المشهد السياسي العاصف اللي كان محيط بسوريا خف كثير، يعني باستثناء حادث اللي صار، الحادث المؤسف اللي صار بالبادية السورية والكمين اللي تعرض له الجيش الأمريكي مع قوات من الأمن السورية. وهذا حقيقة أنا بعتبره ما أنه خارج السياق تاع إنهاء مفاعيل قيصر، لكن بالعكس هو من ضمن مفاعيل إنهاء. ويعني هو مجرد بيعرفوا أهل قسد، جماعة قسد بيعرفوا تماما أنه موضوع انتهى، وموضوع تسليم الجزيرة السورية للإدارة السورية هو موضوع مجرد ووقت ما بقى طويل أبدا. وبيعرفوا أنه الاندماج ما يمكن دمجه بالحكومة السورية راح يتم خلال أيام. أما الباقي حيكون، يعني نتذكر تماما المشهد اللي حدث ب 8 ديسمبر 2024 لما دخلت قوات العدوان على المدن السورية وتحديدا على دمشق واختفوا، ما عاد شفناهم. هيك الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والجيش السوري ما بقى موجودين. أنا بعتقد وبذكركم بهذا الشيء، راح تشوفوا تماما هذا المشهد راح يتكرر تماما في البادية السورية وفي مناطق شرق سوريا، لأنه هذا الشيء يعني مكتوب ما في مهرب منه. لأنه بعتقد الناس اليوم اللي ما زالت مصرة على هذا يعني الإصرار على هذا الأمر الواقع، هن الحقيقة إما ما بيقروا السياسة مزبوط أو عم يراهنوا على شوية تقارير عم تطلع يعني من دور أبحاث تشبه عقولهم، أو يعني من منصات حقيقة تهوى الحديث المؤامراتي. فبالتالي اليوم أنا حقيقة عم بسمع لواحد يعني من أغرب الغرائب حقيقة قاعد عم يحكي عن سوريا وكأن بناية مثلا في حمص بدها تكون تحت نفوذ الجيش الإثيوبي، وطريق مدري وين عند القلمون حيكون تحت أمرة الجيش السوداني، وهكذا وزع الحواري السورية وليس المدن السورية على مناطق نفوذ. الله وكيلكم، وعميد قال ومتقاعد وشغلة كبيرة، يعني هذا عم يوزع الجغرافيا السورية تحليليا يعني على مناطق نفوذ لكل مين متداخل بالشأن السوري. ما بعرف، يعني أنا الغريب بالموضوع أنه العالم تقريبا شي 200 دولة، يعني من ال 200 دولة في شي 195 دولة